ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كورن بلو. ايه باسهل طريقه. انا معايا 3 صدور. خليت الراجل، يعني انا ما عملتهمش في البيت كده، خليته فتحهم وعملهم بالشاكوش بس من الناحيه الناعمه. نبتدي نشتغل على طول. انا دلوقتي حاطه اللي هو الاسترتش ده في الاول. ممكن ما تحطوش، ممكن تلفي الاول وبعد كده تحطيه. حطيت الصدر بس من الناحيه الناعمه جوه، والناحيه اللي هي الخشنه خليها بره عشان لما تحطيه في التوابل في البقسماط بتاعك يشيل بقسماط كده ويبقى حلو. دلوقتي بقى هنبتدي نحشيه زي ما احنا عايزين. انا معايا هنا سلامي، ومعايا هنا صدور رومي مدخن، وجبنه الجبن زي ما انت عايزه. انا حطيت مثلثات وحطيت جبنه شيدر بالفلفل، وجبنه اللي هي بتاعه البرجر، تشيز برجر. حلوه قوي. وهنبتدي بقى نشتغل مع بعض. هبتدي بقى اول حاجه هستخدمها اللي هي بتاعه البرجر، الجبنه بتاعه البرجر. احطها كده واحط كمان قطعه. بعد كده هحط الرومي المدخن كده. الجبنه بقى اللي هي الشيدر اللي هي بالفلفل، انا قطعتها نصين عشان بس ما احسش ان الحاجات كتير قوي. احط نص هنا ونص هنا، وهبتدي بقى احط الموزاريلا في النص. ابتدي بقى الفها. بسم الله. خلاص كده احنا لفيناها كويس. هقفلها بقى بالرول بتاع بالاسترتش. انا بضايق عليها خالص، وهحطها دلوقتي في التلاجة. لا اما في التلاجة نص ساعة، لا اما في الفريزر حوالي 10 دقايق ربع ساعة. انا لفتها وفي الاخر بقى ايه قلت هربطها كده. انا عايزاها عشان تلم نفسها خالص، يعني شايفين بقت عاملة ازاي. انا كده ربطتها زي ما انتوا شايفين وقفلتها جامد عليها. عايزاها تاخد الحجم الصغير الجميل ده. خلاص كده انا عملت 3. هدخلهم بقى انا دلوقتي الفريزر لمدة 10 دقايق ونرجع بقى نكمل خطواتنا. هنعمل دلوقتي بقى البطاطس البيوريه، بس انا مش هعملها بالطرق المعتادة ليها. دلوقتي انا مقطعه البطاطس كده. انا بعمل عادة البطاطس دي كده بالطريقة دي، مقطعاها كده. ودي مية هحط فيها البطاطس، وهزود فيها شوية اضافات كده هنشوفها مع بعض. هحط خل، ملح، ليمون. هحط بقى البطاطس في المية ديت، وبعد كده هرفعها على النار. معايا الخل والليمون بيدوها طعم لذيذ كده، ويبقى فيه سنة مزازة شوية، يعني بيبقى فيه سنة مزازة حلوة قوي. فجربوها، الطريقة دي حلوة قوي في البطاطس دي. انا مش عاملاها بالمعتادة، انا بعملها باللي انا شغالة بيها في البيت عندي. خلاص كده هغطيها وهرفعها على النار لغاية اما تستوي كويس جدا، وبعد كده هنكمل ونشوف هنعملها ازاي. هعمل بقى الصوص اللي بيتقدم مع الكورن بلو. دي معلقتين دقيق كبار، ومعلقه سمنه كبيره، سمنه او زبده. انا مستخدمه سمنه. هفضل بقى اقلبه كده لغايه اما ياخد لون معايا. هو حاجه شبيهه كده بالبشاميل. خلاص كده انا وصلت للدرجه اللي انا عايزاها. دلوقتي بقى لا اما تضيفي كوبايه اللبن بتاعتنا عليه وتقعدي تقلبي لغايه اما يبقى قوامه كويس، لا اما ترفعيه وتضربيه في الخلاط او تعمليه بالهاند بلندر. انا هضربه في الخلاط عشان يبقى ناعم معايا جدا. هنزل بقى باللي هو شبه البشاميل اللي احنا عملناه ده في الخلاط. هو انا سبته برد. هنزل بالطريقه دي كده، وهنزل عليه بقى بكوبايه لبن، وهبدا اضربه كويس جدا.
هضيف بقى كوبايه اللبن، هضربهم كويس مع بعض لغايه ما يمتزجوا كويس. هحط شويه ملح، مستردة، هحط حوالي مثلا معلقتين مستردة كويسين كده. هضربهم كويس مع بعض بقى لغايه ما يمتزجوا كويس كده. تمام، انا ضربته كويس قوي لغايه ما يعني مفيش تكتلات خالص. هنزله تاني في نفس الطاسه بتاعتنا. بعد كده بقى هرفعه على النار وهفضل بقى اقلب فيه لغايه ما يديني القوام اللي هو لا خفيف ولا تقيل، زي البشاميل بالظبط. رفعت على النار بقى دلوقتي الصوص اللي احنا عاملينه اللي هو زي البشاميل كده ده. هفضل بقى اقلب فيه، وانا بحبه اللي هو درجته متوسطه. انتي براحتك، عايزاه تقيل سيبيه لغايه ما يتقل، عايزاه زي ما انا عايزه بالظبط فخليه متوسط، يعني انتي وراحتك. كل ما تسيبيه على النار اكتر كل ما سمكه يكتر. خلاص انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه، شايفين؟ لا سميك ولا خفيف، تحفه. بس كده هركنه على جنب ونكمل بقيه الخطوات. هنعمل بقى البطاطس اللي هي البيوريه. انا ممكن ان انت تهرسيها بالهراسه او تعمليها بالمصفى زي في ناس بتعملها بالمصفى، بس انا هعملها بالكبه اسهل واريح يعني. بسم الله. هظبط بقى الملح بتاعها، يعني انا حسيت ان هي محتاجه شويه ملح مش كتير قوي لان انا طبعا سلقاها بملح. هحط حوالي فنجان لبن. هنضربها بقى كويس جدا جدا لغايه ما تنعم كده وتبقى ناعمه كريمي خالص. زي ما انتوا شايفين كده هو ده المستوى اللي انا عايزاه، كريمي جدا جدا جدا. وهتشوفوه طبعا هو متقدم في الطبق وباسهل حاجه، يعني ما تتعبيش نفسك. بقى صينيه محطوط فيها معلقه سمنه او زبده. انا اخترت ان انا استخدم السمنه، سمنه بلدي. هنزل بالبطاطس. بسم الله. شايفين كريمي ازاي؟ شكلها تحفه جدا. اقلبها كويس بقى في السمنه كده، ادخل السمنه فيها كويس. خلاص كده السمنه دخلت في البطاطس كويس وبقت تحفه خلاص. هي دلوقتي بقى هنستنى بقى للتقديم، يعني المفروض تتقدم خلاص كده. بس احنا بقى هنكمل مع بعض دلوقتي. بقى هنجهز الكورن بلو بتاعنا. اول حاجه دي الخطوه الاولى اللي انا هعملها، ده ملح مع بابريكا. هنزل فيه الاول الكورن بلو هنا، وبعدين هنا في البقسماط تاني خطوه اللي هو البقسماط العادي المطحون ده. تمام. وبعد كده هنزله في البيض، والبيض ده عليه نص ليمونه وعليه ملح. وهنا ده فيجيتار عادي خالص اللي هو الاكياس دي، او عايزه اللي هو البقسماط اللي بيتباع في اي عطار هاتيه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. همزج البيض اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، دول 3 بيضات بس. امسكهم كويس بقى. ده الكورن بلو طلع اهوت. هبدا افكه. افتحه بقى كده بسم الله. هنزله بقى الاول، اول خطوه في دي، ده بابريكا زي ما انا قلت لكم وملح. اغطيه كويس اهو، لاني طبعا ما كنتش تبلت الصدر ذات نفسه وانا بحط الحاجه، ودي حاجه اختياريه، عايزه قبل ما تحطي الحشوات تتبليه براحتك. تاني خطوه بقى هنزله في في البقسماط. بعد كده هننزل بقى في البيض. اقلبه كويس كده. شيلها بقى دلوقتي في الفيجيتار واقلبها كويس كده. خلاص كده خلصنا اول واحده. هسيبها بقى اركنها كده، وبعدين هكمل بقى الاتنين التانيين بنفس الطريقه. زي ما قلنا بقى هنكمل الباقي بنفس الطريقه. انا حطيتها الاول في البابريكا والملح، وبعد كده بقى في البقسماط العادي، وبعدين في البيض. طبعا وانت شغاله في كل ده انت اوريدي حاطه الزيت على النار.
دلوقتي خلاص بقى هننزلهم في الزيت، وطبعا الزيت كان على النار زي ما انا قلت لكم. بسم الله. اهم حاجه وطي النار عليه عشان يستووا كويس. بسم الله. مجرد بقى ما خلاص يعني هي دلوقتي لسه في الاول خالص، بس مسكت سنه من ورا، فانا هديها لفه كده عشان يبقى بس اللون كله زي بعض. خلاص كده بقى بقت 100 100، حاجه جامده جدا. خلاص هطلعها بقى ونقدمها ونشوف عامله ازاي. خلاص بقى زي ما انتوا شايفين حاجه رائعه. احنا بقى جاهزين عشان ندوق. انا دلوقتي قدمته مع رز ابيض، وده الصوص اللي احنا عملناه، والبطاطس البيوريه. بس انا يعني اللي فوق عليها ده بابريكا، قلت يعني تزيين يعني شكل مش اكتر. هنشوف بقى مع بعض كده ونقطع ونشوف الدنيا عامله ايه. بسم الله. زي ما انتوا شايفين جامد جدا. شايفين عامل ازاي من جوه؟ رائع ما شاء الله، حلو قوي وسهل جدا، ما خدش معايا وقت خالص. زي ما انتوا شايفين شكلها رائع. انا همسك بايدي معلش. فشايفين عامله ازاي؟ هنزل بس في الصوص كده واشوف طعمها ايه. بسم الله. تحفه، طعمها جميل جدا. انصحك ان انت تجربيها، وانا عملتها لك يعني بسيطه جدا، ما خدتش وقت معايا. ولو عجبك بقى الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسيش بقى تفعلي زر الجرس وتعليق حلو منك كده. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. باي باي.